السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم بغيت نوجد واحد اللاطه ديال الحوت وقلت نشاركها مع المشاهدين ديالي. عندي هنايا تقريبا 2 كيلو ديال الحوت، ها هو نقيته، حيت ليه داك العظم، حيت ليه القشره. وهنايا راه ديك اللقطه اللي بغيت نشدها ديال اللي قامه العطريه مشات ليا. عندي هنايا درت معلقه كبيره ديال التحميره حمراء، ودرت معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال مطيشه ديال الحك، وحكيت بصله صغيره والربيع كزبره معدنوس وحامضه عصرتها، وشويه ديال الخل درت فيها الخل، وكانوا درت زيت العود وشويه د الماء، وخلطت هاد القامه هذه كامله. انا كنعمرها دابا في هاد الحوت هذا باش غادي نقادها بالفلفله والدنجال والبطاطا، نشرملهم حتى هما ونديرهم في اللاطه وغنفعهم يطيبوا في الفران. وتابعوا معايا. دابا اللاطه هي دفعتها للفران طاوه طيب، والنص الاخر انا ما درتوش كلشي في هذا درتو حيت على الريجيم درتو غير في الفران. والاخر الدنجال انا كنقليه، وعاوتاني هذا حتى هو غنديرو على شكل خبيزات حتى هو ويتقلى. الدنجال ها هو حتى هو شرملتو بحال الحوت وغادي نديرو التقله. وعاوتاني الفلفله حتى هي غادي نقليها، ولكن انا الطاوه ديالي هي هذه اللي درتها الفران كطيب، حتى هي شرملتها بحال الحوت ودرتها كطيب. هذا الدنجال ديالنا قليناه، الفلفله، شليضه ديال الخس ومطيشه وبصله، والحوت ديالنا هو كنديروه كنفندوه في الطحين، وها هو دايرينه في المقله كيتقلى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا. ها هي النجيلات اللي قلينا والفلفله حاره والفلفله، هاد الشليضه، وها هو الحوت. وشاركوا في القناه، بارطاجيو لينا الفيديو مع الحباب ومع الصحاب، والله يجازيكم بخير وبالصحه والراحه لينا وليكم.